بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذنا الحليوة بيحضر لنا فطار سوري، اتفضلوا معانا. النهارده ما صدقت ان انا لقيت المسبحه السوريه علشان اعمل فطار بايدي زي اللي كنت بعمله في سوريا زمان. لقيت محل جميل جدا في حلوان بيبيع المسبحه السوريه. المسبحه السوريه ليا تاريخ معاها، ان انا كنت ما باكلهاش الا بالمزاج اللي انا بعمله دلوقتي ده. اقعد افرد فيها كده اهو، والف وافرد كده كده، نودي كده عشان نشتغل بالاحتراف الكافي. بتتفرد طبقة رقيقة جدا 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 على حجم وقطر الطبق كده اهو. هما طبعا بيعملوها بحرفنة اكتر مني، بس انا كنت كنحات مهووس جدا بايه، ان انا اقعد اشكل الحاجات كده، واقوم جايب زيتونة حلوة واحطها في النص، وبعدين ابدأ اشكشك كده، اعمل شوية شكشكة كده كده. وبعدين لما بيتحط زيت الزيتون بينزل في الحتت اللي احنا شكشكناها وعملنا منها الشكل الجميل ده. ده طبعا زيتون مدخن. دي اللبنة، دي جبنة قريش من تصنيع السوريين الحلوين اللي موجودين في مصر. دي المسبحة اللي هي معمولة من الحمص وأظن من الزبادي، لكن حاولنا نعملها ما ينفعش تتعمل بالحلاوة دي. لكن هم بسم الله ما شاء الله ربنا هديلهم الحال وهديلهم المذاق بتاعهم. ممكن كده كنا بنشكل. أنا عن نفسي كنت بشكل الفطار بتاعي بإيدي وأنا في سوريا، وكنت بعمل كل الحاجات دي بالشكل ده اهو كده، وبالهنا والشفا. اهلا وسهلا بيكم.